بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فقلنا إن الأعمال هنا، إنما الأعمال يشمل ماذا يشمل الأعمال؟ يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أحسنت. وقلنا في قوله: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا لم يعد؟ لماذا لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كالأول؟ نعم أحسنت. تحقيرا لهذه الهجرة، تحقيرا لهذه الهجرة. كذلك أيضا مر علينا في الحديث الثاني حديث عمر عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إلى آخر الحديث. قلنا في قول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا تعجبوا هنا؟ لماذا تعجبوا؟ طيب، وإذا كان يسأل ويصدق؟ من يجيب؟ نعم، هذا يدل على أن السائل يعرف الجواب وليس بجاهل. طيب، وفي قوله هنا في حديث عمر عندما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وفي الأخير قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى القدر؟ نعم، كيف؟ أحسنت. تقدير الله عز وجل للكائنات. وقوله خيره وشره، ما معنى هذا؟ ما معنى أن الإنسان يؤمن بالقدر خيره وشره؟ خيره وشره، ما معنى هذا؟ ما معنى يؤمن بالقدر خيره وشره؟ ما تعرفون؟ كيف تؤمن بالقدر خيره وشره؟ أنت الآن كيف تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعتقد الإنسان أن التقدير شرا وخيرا كله من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى الشر نحن نقول بحكمة الله عز وجل. أحسنت. أن ما أصاب الإنسان من خير أو شر فهو مقدر من الله تعالى، مقدر من الله تعالى. نعم. وصلنا إلى أي شيء؟ وصلنا إلى أي شيء؟ الإحسان. وقرأنا الحديث.
طيب، مبتدأ الدرس: قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. عندما سأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام وانتهى، ثم سأله عن الإيمان وانتهى، سأله بعد ذلك عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، والإحسان له مرتبتان: مرتبة طلب ومرتبة هرب. فالطلب أن تعبد الله كأنك تراه، والهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان له مرتبتان: مرتبة طلب بمعنى أنك تطلب الوصول إلى الله عز وجل، فإن لم يكن كذلك فإنك تهرب، لأنه قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أردت أن تفعل الخير، تفعل الطاعة، فافعل الطاعة كأنك ترى الله عز وجل، وأنه سوف يثيبك وسوف يعطيك الأجر على فعلك هذا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك إذا أردت أن تفعل المعصية فاعلم أن الله عز وجل يراك، حتى ولو كنت في مكان لا يراك أحد. فإذا أردت أن تفعل المعصية في مكان خال لا يراك فيه أحد، في غرفتك، في مكان مظلم، فاعلم أن الله يراك، وأنك سوف تأثم على فعلك هذا. إذن هذا هو الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. عن الساعة، والساعة هي يوم القيامة. فمتى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الرجل فقال: إن يوم القيامة لا أعلمها، لا أعلم متى تقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمعنى أنك إذا كنت أنت لا تعلم متى تكون الساعة، فأنا أيضا لا أعلمها. فالمسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تكون الساعة، كما أن السائل لا يعلم متى تكون الساعة، لأن علم الساعة من الغيب، والله عز وجل أخفاها عن جميع الخلق. ولهذا في آخر سورة لقمان ماذا قال الله عز وجل؟ في آخر آيتين من سورة لقمان: من يحفظ سورة لقمان في آخر آيتين؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب، ثم قال إن الله عنده علم الساعة، وهذا الأول. الثاني وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه 5 أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. والأول هو علم الساعة، ولهذا قال هنا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال فأخبرني عن أماراتها. طيب، الآن الساعة قيام القيامة ما نعلمه، لكن السائل قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها، عن علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السائل عن بعض علامات الساعة، فمنها قال أن تلد الأمة ربتها. قوله هنا أن تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على 4 أقوال، ولكن نذكر لكم أشهر هذه الأقوال، وهو قوله أن تلد الأمة. الأمة هنا يعني المملوكة، وربتها أي أن المملوكة تلد أنثى، وهذه الأنثى تملك فيما بعد إماءً. إذن المملوكة، الأمة المملوكة تلد أنثى، ثم إن هذه الأنثى فيما بعد يكون لها شأن وتملك إماءً. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الأمة ربة للإماء، بمعنى أن هذه المملوكة عندما تلد أنثى وهذه الأنثى يكون لها شأن، تكون مالكة لإماء كثر. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة يعني الذين لا نعال لهم، ليس لهم نعال يلبسونها. العراة أيضا لا لباس لهم. العالة يعني الفقراء. رعاء الشاء يعني الذين يرعون الشياه، يتطاولون في البنيان. هذا كناية عن أن الفقراء الذين يعيشون في البر في الخيام يأتون إلى المدينة ويصبحون أغنياء ويتطاولون في البنيان. هذا أيضا من علامات الساعة، فالفقراء يغتنون. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ قال عمر ثم انطلق، أي أن هذا الرجل ذهب فلبثت مليا، يعني بعدما ذهب مكثت وقتا. ثم قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه: أتدري من السائل؟ يعني من هذا الرجل الذي جاء وسأل هذه الأسئلة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فبين عمر رضي الله عنه أنه لا يعلم من هو هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أي أن جبريل عليه السلام أتى بصورة رجل. الملك جبريل عليه السلام أتى بصورة رجل كأنه من بني آدم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة لأجل أن يعلم الصحابة دينهم. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن الإسلام له 5 أركان، أن الإسلام له 5 أركان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقامة الصلاة، هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، هذا الركن الثالث، وصوم رمضان، هذا الركن الرابع، وحج بيت الله الحرام، هذا الركن الخامس. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإيمان له 6 أركان، أن الإيمان له 6 أركان، وهي: الأول الإيمان بالله، والثاني الإيمان بالملائكة، والثالث الإيمان بالكتب، والرابع الإيمان بالرسل، والخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإحسان له ركنان، وهو: الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني أنك إذا لم تكن تراه فإنه يراك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن علم الساعة من أمور الغيب، فلا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الساعة لها علامات، فلا تقوم الساعة حتى تظهر هذه العلامات. الساعة لها علامات، فلا تقوم حتى تظهر هذه العلامات. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول: الله ورسوله أعلم. نعم. الحديث الذي يليه: أين من يحفظ الحديث الثالث من المرحلة المتوسطة؟ الحديث الثالث، ما شاء الله، هكذا الرجال. انظروا إلى الرجال الذين يرفعون أيديهم، ما شاء الله. ما اسمك؟ قم. لا. أي نعم. ما اسمك؟ نعم، حنيف. ما شاء الله يا حنيف. اقرأ الحديث الثالث. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر
ارفع صوتك قليلا لأجل أن أسمعك. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، أي أن الإسلام له 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الركن الأول، وإقام الصلاة، وهذا الثاني، وإيتاء الزكاة، وهذا الثالث، وحج البيت، هذا الرابع، وصوم رمضان، هذا الخامس. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا يحتاج أن نشرحه. لماذا؟ لأنه مر بنا في الحديث الثاني عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ولهذا فشرحه في الحديث الثاني، شرح هذا الحديث في الحديث الثاني. فيستفاد من هذا الحديث أن الإسلام له 5 أركان، له 5 أركان، وهي الموجودة في الحديث. نعم. من البطل الذي سيقرأ علينا الحديث الرابع من المرحلة المتوسطة؟ من هو الشجاع البطل الذي يحفظ الحديث الرابع؟ هذا البطل. قم، ما شاء الله، وارفع صوتك. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لا، أعد كلامي هذا، أنا أذكرك فقط. أعد من أوله. ثم كان علقة 40 يوما، ثم كان علقة مثل ذلك، ثم كان مضغة مثل ذلك، ثم يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر يؤمر ب4، لا ليس 40، ب4، لا، ب4 كلمات. أحسنت، ما شاء الله. ما اسمك؟ ريستا.
نعطيك هدية، وهي أن تشتري من البقالة ب5,000 ربية. ها؟ وأين صاحب البقالة؟ أين صاحب البقالة؟ أين هو؟ إذا أتى إليك تعطيه ب5,000 ربية وتسجلها علي. أنا قبل ما أمشي إن شاء الله أسافر أعطيها لكم، خلاص سجلها علي. وأيضا الذي قرأ هناك حنيف 5,000 ربية. ها؟ حليف. حليف وليس حنيف، حليف. طيب، قال الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انظروا هنا، قال وهو الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الصادق أي الصادق فيما أخبر، والمصدوق يعني فيما إيش أخبر به. أفهمتم؟ قال هنا الصادق، فإذا أراد أن يخبر فإنه يخبر خبرا صادقا، مصدوق فيما أخبر به. قال طيب، لماذا ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هذا لأنه سوف يتحدث بأمر غيبي، وإذا كان الأمر أمرا غيبيا فلا بد أن يقول هذا لأجل أن نصدق. وفي الحقيقة أنه لا يحتاج إلى أن يذكر هذا، لأننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. قوله هنا نطفة، النطفة هي الماء القليل. كيف ذلك؟ الإنسان إذا جامع أهله، إذا جامع زوجته، فإنه يجتمع هذا الماء القليل، يعني هذا المني القليل، يجتمع في رحم الأنثى. كم يجتمع؟ يجتمع بهذه المدة، وهي 40 يوما. هذا الماء القليل وهو المني يجتمع هذه المدة في رحم المرأة. قال ثم يكون علقة مثل ذلك. بعد أن يجتمع وتنتهي 40 الأولى يتحول إلى قطعة من الدم. هذا المني بعد 40 الأولى إذا انتهت وبدأت 40 الثانية يتحول إلى قطعة من الدم، سبحان الله، في رحم المرأة، في رحم الأنثى. طيب، إذا انتهت 40 الثانية، يعني كم انتهى الآن؟ كم مضى 80 يوما. تتحول إلى صورة ثالثة، ما هي؟ قال ثم يكون علقة مثل ذلك.
هذه القطعة من الدم إذا دخلت 40 الثالثة تتحول إلى مضغة، والمضغة هي قطعة من اللحم، يتحول هذا الدم إلى قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان. أنت الآن إذا أدخلت إلى فمك قطعة من اللحم وبدأت تأكلها، هذا الدم في رحم المرأة يتحول إلى قطعة من اللحم بقدر يعني حجمها بقدر ما تمضغه بفمك. إذن هذا إذا دخلت 40 الثالثة. ثم قال ماذا يحصل بعد ذلك؟ قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن الآن 40 الأولى نطفة، ثم إذا دخلت 40 الثانية تحول إلى علقة يعني قطعة من الدم، ثم إذا دخلت 40 الثالثة تحول إلى إيش؟ مضغة، فيكون المجموع كم؟ 120 يوما. يعني كم بالأشهر؟ 4 أشهر. 4 أشهر. لكن انتبهوا أيها الإخوة، إذا دخلت 40 الثالثة قلنا يتحول من أي شيء إلى أي شيء؟ من علقة إلى مضغة. هذه المضغة والتي تكون بمقدار ما يمضغه الإنسان من الطعام إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. انتبهوا إلى هذه النقطة مهمة. إذا دخلت 40 الثالثة وتحولت العلقة إلى مضغة، هذه المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. ما معنى مخلقة؟ مخلقة يعني لو نظرنا إليها فإنه يتبين الخلقة فيها، يتبين اليدان، الرجلان، الرأس، تتبين الخلقة فيها. وإما أنها لم تخلق إلى الآن، ما زالت قطعة من اللحم. ما الدليل على أنها إذا دخلت 40 الثالثة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة؟ الدليل على ذلك في سورة الحج، قال الله عز وجل من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وعلى هذا فالمضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. لماذا قلنا هذا؟ سيأتي هذا في الفوائد. انتبهوا، ركزنا على هذه الجملة لأن فيه فوائد ستأتي إذا أردنا أن نذكر الفوائد. طيب، إذا انتهت 40 الثالثة يعني مضى 120 يوما، يعني مضى 4 أشهر، قال يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن بعد 40 الثالثة والجنين في بطن أمه يرسل إليه الملك. فإن قال قائل كيف يرسل الملك؟ فنقول هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فينفخ فيه الروح، والروح هي ما به يحيا الجسم. الجسم كان ميتا، فإذا جاء الملك إلى هذا الجنين ونفخ فيه الروح فإنه يحيا، يكون حيا.
فإن قال قائل: ما صورة هذه الروح؟ كيف هذه الروح وما صورتها؟ نقول: لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها، لا يعلم ماهيتها إلا الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا الجنين تجد أنه إذا نفخت فيه الروح يبدأ بعد ذلك بإيش؟ بالحركة. الجنين إذا نفخت فيه الروح يبدأ بعد ذلك بالحركة وهو في رحم الأم. طيب، قال: يؤمر فينفخ فيه الروح. وإذا نفخ فيه الروح ماذا يحصل؟ قال: يؤمر ب4 كلمات. ما هي هذه الكلمات ال4؟ بكتب رزقه هذا الأول، وأجله هذا الثاني، وعمله وهذا الثالث، وشقي أم سعيد هذا الرابع. إذا نفخ الملك الروح في الجنين يؤمر بعد ذلك ب4 كلمات. الأول بكتب رزقه، هل هذا الجنين سيكون غنيا أو فقيرا؟ هذا الرزق. بكتب كذلك أجله، وهذا الثاني، يعني مدة بقائه في الدنيا، هل سيمكث في الدنيا يوم أو شهر أو سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 أو 50 أو 70 أو 100 أو أكثر أو أقل؟ هذا يكتب عليه كذلك. كذلك أيضا وعمله، ما يكتسبه من العمل بالقلب واللسان والجوارح أيضا هو مكتوب، يكتبه الملك. وشقي أم سعيد كذلك، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار؟ هو مكتوب. إذن هذه 4 أشياء مكتوبة على بني آدم وهو جنين في بطن أمه. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني في هذه الدنيا بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة طوال مكثه في الدنيا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا كناية عن قرب الأجل. يعني إذا قرب أجله وقرب موته ماذا يحصل؟ قال: يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني طوال مكثه في الدنيا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق على موته إلا ذراع، أي أنه قرب أجله، ماذا يحصل؟ يعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار والعياذ بالله. وعلى العكس قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أن بعض الناس يعمل بأعمال أهل النار
وإذا قرب أجله عمل بعمل أهل الجنة فنجاه الله عز وجل من النار ودخل الجنة. هذا الحديث العظيم فيه فوائد، فيستفاد من هذا الحديث تأكيد الخبر على صدقه، تأكيد الخبر على صدقه، لقوله رضي الله عنه هنا وهو الصادق المصدوق. فالإنسان إذا أراد أن يؤكد خبرا من الأخبار فيأتي بعبارات تدل على صدقه، كما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا عندما قال وهو الصادق المصدوق. وقد يحتاج الإنسان إلى تأكيد الأخبار إما بهذه العبارات أو عن طريق الحلف، يحلف لأجل أن يصدق. ويستفاد أيضا من هذا الحديث حكمة الله عز وجل، وذلك في الأطوار التي يمر بها الجنين. فالجنين وهو في رحم الأم يمر بهذه الأطوار، الأول نطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، والمضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح. هذه الأطوار أيها الإخوة هذا من حكمة الله عز وجل. وهذه الأطوار أيها الإخوة لكل طور حكم من الأحكام، يعني في كل طور يمر فيه أحكام فقهية، ولكن نذكر لكم بعض الأحكام، والأحكام كثيرة وموضعها في الفقه، ولكن نذكر لكم بعض الأحكام لأجل أن تتبينوا حكمة الله عز وجل. الآن قلنا لكم إن الجنين وهو في رحم الأم إذا دخل في 40 الثالثة في 40 الثالثة يعني يكون إيش؟ مضغة. هذه المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. في هذه الحال لو أن المرأة أسقطت هذا الجنين وهو في 40 الثالثة، من المعلوم أنه سوف ينزل منها الدم. فإذا سألتنا فقالت هل هذا الدم الذي نزل مني هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ لأنه إذا كان دم نفاس فإنها سوف تجلس عن الصلاة 40 يوما، وإذا كان الدم دم فساد فإنها سوف تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها. فنقول انظري إلى هذا الجنين الذي أسقطتيه، فإن كان مخلقا فالدم دم نفاس، وإن كان غير مخلق فالدم دم فساد. هذا حكم من الأحكام. أيضا في الطور
الرابع، وهو متى؟ إذا جاء الملك ونفخ فيه الروح. قلنا إن الروح هذه هل هي معلومة؟ هل نعلم كيفيتها؟ أسألكم، هل نعلم كيفية الروح؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الروح حاول العلماء أن يتوصلوا إليها وعجزوا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. هل يستطيع الناس أن ينفخوا الروح في شخص من الأشخاص ثم إن هذا الشخص يحيا، يكون حيا؟ أسألكم، هل يستطيع الناس ذلك؟ لا. وهذه الروح لا يعلمها أحد، وبنو آدم عجزوا عن ذلك. وإذا كان كذلك وعجزوا عن ذلك، عن هذه الروح المخلوقة البسيطة، فما بال الناس يسألون عن كيفية صفات الله عز وجل؟ فإذا كانت هذه الروح البسيطة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، فكيف يحاول الإنسان أن يتعرف على كيفية صفات الله تعالى؟ فالله عز وجل كيفية صفاته لا نعلمها. ولهذا من أصول العقيدة أن الإنسان يؤمن بصفات الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلو قال قائل: هل الله عز وجل له يد؟ نقول: نعم، له يد حقيقية. فإن قال قائل: كيف يد الله عز وجل؟ نقول: الله أعلم. الله عز وجل أخبرنا أن له يدا، ولكن لا نعلم كيفيتها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الملائكة هم عبيد يؤمرون وينهون، لأن الله عز وجل يرسل الملائكة إلى بني آدم. ومن فوائده أيضا أن الملائكة يكتبون، لقوله هنا: بكتب رزقه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأشياء الأربعة، وهي الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة، هي مكتوبة على بني آدم. أن هذه الأشياء الأربعة مكتوبة على بني آدم. فإن قال قائل: إذا كانت مكتوبة على بني آدم، فهل معنى هذا أن الإنسان يجلس ولا يعمل ويقول: أنا مكتوب علي كل شيء؟ فنقول: لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولهذا يقال له: اعمل، فأنت لا تدري.
ماذا كتب لك؟ ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان نهايته إما إلى الشقاوة وإما إلى السعادة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله تعالى أن يثبته على هذا الدين وألا يغتر بعمله، لأنه قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فاسأل الله عز وجل التثبيت على هذا الدين، وأنت في سجودك قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا ييأس من دعوة غير المسلم إلى الإسلام، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربما أن هذا الإنسان طوال عمره يعمل بعمل أهل النار، ثم تأتي أنت قبل أن يموت بساعة وتدعوه إلى الجنة إلى الإسلام ويستجيب، تدعوه إلى الإسلام ويستجيب ثم يموت. فلا تيأس من دعوة غير المسلم إلى الإسلام. نعم. فيه سؤال؟ في سؤال؟ في الحديث الثاني والحديث الثالث التثبيت غير متساوي، فيه فائدة. كيف؟ تثبيت الكلمات ليس متساويا بين الحديث الثاني والحديث الثالث، هل فيه فائدة؟ بين أي حديث وأي حديث؟ بين الحديث الكبير عن أركان الإسلام والحديث الثالث من الإسلام التثبيت. أي لا، ما في شيء، ما في إشكال. لا ما في. يعني مثل ماذا يعني؟ لا ما في إشكال. هي أركان الإسلام الخمسة ولا تحتاج إلى ترتيب. نعم. في سؤال؟ نعم. كيف نعرف كيفية المضغة مخلوق وغير مخلوق؟ عن طريق الرؤية بالعين. نعم. إذا وقعت المضغة يقال للطبيب هل هي مخلقة أو غير مخلقة. إن قال الطبيب لا أعرف، تنظر إليها أنت المرأة، تنظر هل بدأ التخليق، هل بانت اليدان، بانت القدمان. إذا تبين التخليق، أي إنسان لو نظر إليه سوف يعرف، أي إنسان إذا نظر سوف يعرف. إذا كان غير مخلق فالدم دم فساد، بمعنى أنها تصلي وتصوم. وإذا كان إلا إذا كان يوافق عادتها، إذا كان يوافق حيضها فإنها تمكث بمقدار الحيض. وأما إذا كان لا يوافق الحيض فهو دم فساد. واضح؟ في سؤال؟ الفائدة الأخيرة من حديث طبعا وإذا نفخت فيه الروح، ولو أنه سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما إذا سقط قبل نفخ الروح فيه فإنه ليس بإنسان، بمعنى أنه لا يصلى عليه ولا يعني ما يصلى عليه. نعم.
لا يصلى عليه إلا إذا نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر. نعم. وكيف إن كانت المضغة لها رأس وموضوع ولكن ليس لها أرجل؟ لا، أول ما يبدأ التخليق سواء بان يد ولم يتبين رأس، بان رأس ما بان، خلاص إذا تبين التخليق هو مضغة، هو مخلق. نعم. في سؤال؟ نعم. مضغة غير مخلقة. يدفن في أي مكان، أي مكان ما في إشكال. طيب ها؟ ليس بإنسان، لا، إذا لم تنفخ فيه الروح لم يبدأ بالحركة ولم ها؟ ممكن يكون دما كثير. المهم أنه يعني يبعد، يعني يوضع في حفرة، يوضع في أي مكان، يعني ما في إشكال. واضح؟ كيف إن كان ايش؟ يعني يحترم، من احترامه أنه يدفن. تقدير هذا المخلق أو غير مخلق أخطأ. المفروض أنه مخلق ولكن تخطئ في تقدير أنه مخلق أو غير مخلق. يعني بالنسبة للدم تدل المرأة أن هذه غير مخلقة بعد مدة تبين أنه مخلقة، معنى يعني يأخذ الدم دم نفس لا يصلي لا تصلي، لكن تبين أنه مخلقة. كيف يعني؟ كيف يعني تنظر إليه في كيف؟ ما فهمت يعني المضغة. يعني قد حدث هذا، قد حدث يعني أنا إذا جنيني قال الطبيب جنينك قد مات في شهرين، عمره شهران. عمره شهران يعني كم؟ لكن يعني لحظة، عمره كم يعني كم يوم؟ 60 يوما. وإذا كان 60 يوما في 40 الثانية، لكن في البطن 4 أشهر وزيادة، لكن مات. كيف 4 أشهر؟ يعني لذلك أنا أقص أولا الطبيب يقول شهران. لا، بعدين الجنين في بدن زوجتي 4 أشهر، لكن قال الطبيب أن جنينك قد مات منذ في شهرين. أي نعم، أي نعم. يعني مكث شهران، يعني شهران وهو حي، وبعد شهرين مات، خلاص إذن عمره شهران. أي نعم، عمره شهران. فسات إيه فسات إيه. في سؤال؟ يجوز لنا أن نقول الآن أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله؟ أحسنت، نعم يجوز، فيها خلاف بين العلماء، ولكن تقول الله ورسوله أعلم، ولكن أعلم فيما لو كان حيا، هو ميت عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان حيا فهو يعلم، لأننا تعلمنا الشرع عن طريقه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا تقل الله ورسوله أعلم، وإنما قل الله أعلم. هذا في الأمور الشرعية، انتبه، هذا التفصيل في الأمور الشرعية الذي فيه خلاف.
وأما في الأمور الكونية فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. مثلا هل سينزل مطر غدا؟ الله أعلم. ما يجوز تقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. الأمور الكونية الله أعلم، الأمور الشرعية هو الذي فيه الخلاف. واضح؟ والله أعلم.